في ناس بتتصل عليا بيقولوا لي احنا عايزين كذا وكذا، اروح انا ساعات اشتري واجيب لهم الحاجه. اللي عايزه كرومبه كبيره بجيب، اللي عايزه كرومبه صغيره اجيب، اللي عايزه قرنبيط برضك بجيبه بسلقه وبقطعه وبحطه في اطباق. وفي ناس هي بتنزل تشتري لي الحاجه وبتجيبها لي اسبكها لها واسلق لها الحاجه واعملها لها. ايه اللي فرق بين هنا وهنا؟ في ناس بتحب تشتري بمزاجها، ممكن انا اغلي عليهم. فلما بيروحوا يلاقوا الحاجه الاسعار زي ما انا ما بجيبها يتصلوا عليا يقولوا لي هاتي انت الحاجه. طب انت بتاخدي بتحسبي الاجر بتاعك ازاي؟ انا لو واحده قالت لي اعملي لي سبانخ مش تغسليها لي او يعني قطعها لي بس الكيلو ب5 جنيه. وهي بتغسلها عندها ماشي. وانت لو هتجهزيها للطبيخ؟ لو انا هجهزها بغسلها وبقطعها وبنضفها وعباها كيس باخد 10 جنيه على الكيلو. والبسله تقشرها بكام؟ البسله برضك غسلها وتنظيفها وتعبيتها 10 جنيه. والفاصوليا؟ والفاصوليا طماطم كل حاجه، كل الخضروات زي بعض. ما عدا السلق والكزبره ده انا بحطه من عندي، يعني بعمله من عندي. يعني الطماطم بتعملي ايه؟ طماطم انا بجيب، لو في زبونه جايبه لي 5 كيلو طماطم هي اللي شارياها مثلا من الحلقه، بجيب الطماطم بغسلها واحطها على البوتاجاز تنزل ميتها وقرفها ده خالص، واروح سايباها متصفيه قوي اصفيها واروح شايله القشره بتاعتها وضربها في الخلاط ومسبكاها. باخد على الكيلو 10 جنيه. لو انا اللي هعملها يعني انا اللي هعملها وانا اللي هبيعها بروح اجيب الطماطم بردك واغسلها واسبكها واعبيها برطمانات، البرطمان ب 20 جنيه. مين اللي بيجولك يطلبوا الشغل بتاعك ده؟ ناس كتير. زي مين؟ زي واحده حبيبتي امي الحاجه ديت خيرها عليا من المنتزه الامبراطوره بتاعت الكهرباء، مدرسين من الثانويه بنات، مدرسين من مدرسه النحات، جيراني كده يعني. والستات بيت في القوميه وفي الغشام. موظفين؟ في ناس موظفين في المدارس او ستات بيوت. يعني المهم في ناس بقى بتجيلك علشان مش عارفه تعمل الحاجات دي ولا ما عندهاش وقت؟ لا مش عندهم وقت، ما فيش حد ما بيعرفش يعمل حاجه دلوقتي، كل بيعمل. بس التجهيزات دي متعبه صح؟ هي لا والله ما كل حاجه متعبه، ما فيش حاجه مش متعبه. تعب شغلك بيبقى عباره عن ايه يعني؟ تعب شغلي ازاي؟ يعني التعب بالنسبه لك في الشغل ده؟ هي المهنه كلها تعب، تأويل البتنجان تعب، كل حاجه تعب في تعب، بس الحمد لله ربنا مش بيراضينا والحمد لله. انك بتقعدي وقت طويل؟ ما انا شغاله من الساعه 8 الصبح لحد الساعه كام؟ ممكن اخلص بعد المغرب. تفضلي قاعده طول النهار تعملي ده؟ كتير. لو الشغل ضعيف ممكن اشتغل لغايه العصر واقول الحمد لله. لكن احنا طبعا عشان احنا في موسم شعبان ورمضان الحمد لله بنشتغل.